عاجل 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 من العواجل، تنظيم كأس العالم 2030 بين المغرب والجزائر. ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل ما تنسوناش بواحد المشاركة، بارطاج تعليق ورمز إعجاب. والجديد قناة جديدة على التيك توك إن شاء الله، ونخلو لكم الرابط أسفل الشاشة. الصراع المغربي الجزائري وتنظيم كأس العالم 2030 والواقع المر. قبل الإخوة الجزائريين ما يقولوا ويتحدثوا على ضحايا زلزال الحوز، على خروج المغاربة في أيت بوغماز، على مشاكل في الصحة، في التعليم، الهجرة، العمل، دائرة التسول، هذا واقعنا. ما يمكنش لينا اليوم ندرقوا الشمس بالغربال. هما تياخذوا فيديوهات تاع المغاربة، الواقع ديالنا هما تيقولوا كيفاش اليوم المغرب غادي يستضيف كأس العالم وفيه هاد المشاكل كبيرة وكبيرة وكبيرة وكبيرة. في واحد اللقاء جمع ما بين واحد الأخ مغربي وجزائري، وهذا الأخ المغربي علق على هذا الأخ الجزائري اللي تحدث على استطاعة المغرب لتنظيم كأس العالم، أن كيفاش المغرب ما قدرش أنه يوفر مساكن لضحايا زلزال الحوز، ما قدرش أنه يوفر العلاج لمواطنيه، وكيفاش اليوم غادي يستضيف كأس العالم. هذه الهضره تنقولوها احنا قبل ما يقولوها الجزائريين، هذه كلمه حق. حنا تنقولوا الاولويات الصحه، ما بغيناش كاس العالم والصحه اولا. هاد الشعارات ترفعت في احتجاجات سكان اكادير، ما بغيناش كاس العالم والصحه اولا، وكاين احتجاجات في الطريق على الصحه. اذا عندنا مشاكل في الصحه، واغلب فيديوهاتي كنت دائما اتحدث على الصحه. اليوم ما خاصناش نضرقوا الشمس بالغربال، كاينه مشاكل في الصحه، كاينه مشاكل في الصحه. ولكن اليوم خصنا نسمعوا لهذا الاخ المغربي، بعدا نسمعوا ليه ونجاوبوا كل شيء غادي نجاوبوا. حنا هادي شوف، اللي بغى يسمع الحقيقه يدخل عندنا قناه الحقيقه في دقيقه، ما كاين لا تطبال لا تزمار، الحقيقه في دقيقه. زيد. يعني كيهضروا على كاس العالم اللي غادي ينظم المغرب مع البرتغال واسبانيا، وما يسولوه قالوا لي كون كانت العلاقات زوينه ما بين المغرب والجزائر وتونس، كون راه دابا نظمنا حنايا، علاش ما نظموش هاد كاس العالم مشترك بحال هكا؟ الجواب ديالها كان مفاجئ وصادم، وهنا ما كاين والو. قال لها الشعب المغربي يعاني، والحوز هادشي هذا اللي كان غادي يديروا المغرب في كاس العالم، والناس كيعانيو في الحوز. اش هاد؟ اسمع الأولى اليوم بالنسبة للمغرب هو التكفل بضحايا الزلزال، التكفل بما هذا موضوع آخر. عن كأس العالم يا أخي، سبحان الله. طيب معايا العقلية موجودة وكدور هنايا، تلقى في هذا الفيديو هذا لتحت. جاوبوا المغربي واحد الطريقة زوينة، قال لي لو ان الجزائر هي اللي غادي تنظم كاس العالم مع اسبانيا والبرتغال، شنو كان غادي يكون التصرف ديالك؟ شنو يكون الراي ديالك؟ حيث الا كانت الجزائر بهذا الوضع الكارثي اللي فيه دابا وغادي تنظم مع كاس العالم، واش غادي تشكر هذا الانجاز هذا ولا غادي تمشي للمساوئ ديال الجزائر؟ هنا هو غادي يدير، وهذا هو السؤال المطروح لجميع هذوك الناس اللي كتلقاو هنايا لي كومونتير. ماذا لو كانت الجزائر هي اللي غادي تنظم هذا كاس العالم؟ واش تستحق بهذا البنيه التحتيه وبهذه الكوارث اللي كنشوفوا، بهذا الخصاص اللي عندها واخا هي دوله غاز؟ نتوما جاوبوني، واش تستحق تنظموا ولا لا؟ لي كومونتير. احنا غادي نجاوبوك اوليدي، احنا غنجاوبوك ماشي مشكل. تكلمتي على الوضع الكارثي، هنا وضع كارثي كاين في الجزائر. فراسك الجزائر راه زيرو مديونيه، هنا وضع كارثي. زيرو مديونيه، هنا وضع كارثي.
واجي نقارنوا حنا الصحة نقارنوا الصحة في المغرب مع الجزائر، والتعليم ما بين الجزائر وما بين المغرب، العمل ما بين المغرب وما بين الجزائر، السكن ما بيننا وضع كارثي في الجزائر. الجزائر ما عندهاش وضع كارثي، خاصها غير في الجزائر خاصهم غير العدل فقط في توزيع. هما فايتين الدول العربية كثير المعلم، ولكن الجزائريين نقدر نقول لك يستاهلوا أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، وكذلك المغاربة يستاهلوا أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. ولكن حنا ولاد اليوم اجي نتقارنوا حنا كمغاربة مع الجزائريين، ما عندهمش وضع كارثي يا حبيبي، عندهم بحبوحة مالية. فلوسهم تعطوها للأفارقة، تفرقوها للأفارقة، تعطى الفلوس. عندهم الفلوس، كاين الدولار في الجزائر، ما عندهمش الوضع كارثي. الوضع كارثي عند من؟ عند الناس اللي عندهم المديونية، هذوك هما اللي عندهم الوضع كارثي. والله البنك الدولي تيتحكم، هذوك هما اللي عندهم الوضع كارثي. اما هذوك الناس ما عندهمش الوضع كارثي يا حبيبي، فهمنا؟ ما عندهمش الوضع كارثي. خصنا نقارنوا الصحة، التعليم، السكن، العمل ما بين المغرب وما بين الجزائر، باش نكونوا صرحاء ونكونوا واضحين في قناة الوضوح وفي قناة الصراحة وفي قناة الحقيقة في دقيقة. ما تستحمرش الناس تقول لي مع الوضع الكارثي. الجزائر معمرة، الجزائر قالت لك أنا باغي ننظم كأس العالم. الجزائر طالب ديال كأس العالم، لاستضافة كأس العالم، ما بغاوش ينظموا كأس العالم، ما بغاوش ينظموا كأس العالم. نقولوا لهم نظموا كأس العالم صحة، بيت نتحدثوا حنا كمغاربه، راه حنا مغاربه الواقع. ما يمكنش اليوم انت غتنظم كاس العالم وتحرمني انا من الصحه، تعطي الصحه لهذا واحد تعطيه جوج، لا انا ما يمكنش. راه حنا في سفينه وحده، راه ماشي واحد يبكينا وواحد يضحك هنا. حنا نصفقوا ونقولوا هذاك لا، من اجل هذاك السيد اللي عايش مزيان في المغرب ما خاصناش ندويو. لا للفتنه، نعم الاستقرار شيء جميل. احنا كنا تنخرجوا في احتجاجات وتنقولوا سلميه ومع الاستقرار ومع الامن والامان، ولكن راه ما حقي المعلم، راه حقي في الصحه، في التعليم، في الثروات، ف و اذا اليوم قبل ما يقول هذا الجزائري ولا انت غتجاوب هذا الجزائري، هذا مشاكل عندنا في الواقع. اليوم كاس العالم باقي خاصنا نخدموا الشباب، والحق الصحة يكون للجميع، وتعليم بجودة عالية، وبنادم ساكن، نعم، وواكل، ونحاربوا دائرة التسول، ويكون عندنا كل شيء بخير. ومرحبا بكأس العالم، ماشي المسبوغ من البرا خبارك من الداخل. هذا هو الخطأ الكبير اللي تنطيحوا فيه. حنا يقولوا الجزائريين، وحنا تنقولوا هذه الهضره قبل ما يقولوها الجزائريين. وانت قلت غادي يجاوبوني في التعاليق، والتعاليق راه المغاربه هما اللي غادي يجاوبوا، غيقول لك كلامه صح. راه ما يمكنش لك تكون عندك التطبيب، وكثيرين ما عندهمش التطبيب من اجلك نتايا باش نقولوا لا خلينا نصبروا. واش حنا نبقاو نصبروا؟ البنادم مرض يموت غتعقل عليه تو؟ اذا رساله واضحه ووضوح الشمس نهار جميل. ونزيدك حاجه، لا المغرب لا الجزائر، نزيد حنا نقول لك الجزائر قادرين ينظموا كاس العالم. انا نقولها لك، الجزائر قادرين ينظموا كاس العالم، عندهم الفلوس. الجزائر عندهم الفلوس كما قلت. في الجزائر شنو خاصهم؟ في الجزائر خاصهم المعقول، خاصهم المسؤولين يكونوا معقولين ويخدموا الجزائر، لان عندهم الفلوس. كاين الفلوس في الجزائر. حنا القاسم المشترك ديالنا في العالم العربي هما ان هاد المسؤولين ما تيخدموش، تيخدموا غير نفوسهم، تيخدموا غير ريوسهم. هاد الوزراء وهاد المدراء تيخدموا غير ريوسهم. اما الجزائر قادره تنظم كاس العالم وحدها، عندهم الفلوس في الجزائر، ولكن عندهم بنيه تحتيه خاصها تطور. خاصهم واحد 30 عام ولا 40 عام يلا ينظموا كاس العالم. الجزائريين كاين الفلوس، ولكن خاصهم يكونوا مسؤولين معقولين. كاين الفلوس في الجزائر، ولكن حنا بتنتحدثوا تنقولوا خلينا من كاس العالم، ارى لي الصحه والتعليم والسكن والعمل، اجي ندخلوا في مقارنه مع الجزائر. الجزائر افضل منا حبيبي، بلا ما تقول لي لا الوضع كارثي، لا وضع ما كارثي، وضع ما عندهم لا وضع كارثي لا والو. اجي نتقارنوا في الصحه وما احسن منا. من 99 دوله حنا 94 وما 45. حنا في التعليم 154، في التنميه البشريه 123. حنا راه بعاد على الجزائر، حنا بعاد. وتنمشيو حنا لكاس العالم،
هادشي كامل ما قدرناش اننا نديروا ننظموا كاس العالم في الصحه وفي التعليم في السكن في العمل. مشينا لكاس العالم، مشينا دخلنا مع البرتغال مع اسبانيا في كاس العالم، دخلنا مع كاس العالم. واكيد ومؤكد مواطن غيتضر من كاس العالم، لان المواطن قال لك بغيت السبيطار، ما بغيتش انا كاس العالم، انا بغيت السبيطار مستشفى، لان في الاول وفي الاخير هذه بلادي، بلاد اجدادي، هذه بلاد اجدادي. هذه ما تعطيني شي حاجه انت من جيبك، ما كاينش شي واحد غيصدق علينا شي حاجه. مواطن مغربي عندك حقوق عليك واجبات، اي مواطن في العالم عنده حقوق عليه واجبات، وراه ما تنتظرش مني انا ما تعطينيش حقي وتسنى مني الواجب، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. دابا راه كاين شي واحدين باغي يعيشوا هو بوحدو، واحد فئه لا السي عبد الجليل احتجاجها احتجاج سلمي، هاد الناس خارجين تيقولوا حنا ما بغينا والو، هو قال لك بغا الصحه، بغا مستشفيات، ماشي حاجه. بحال دابا اسفي يكونوا في مستشفيات، بغينا جوده عاليه، بغينا تعليم في جوده عاليه، بغينا وليداتنا يقراو مزيان، بغينا نكونوا ساكنين وبغينا نكونوا خدامين، هادو ماشي مطالب مشروعه. واش بغينا شي حاجه من غير هادشي؟ ما بغينا والو. هادشي اللي كاين، هادو هما المطالب اللي كاينه. واحد الناس ما باغينش بنادم يخرج للشارع، علاش؟ قال لك لا حنا بغينا الامن. راه هادوك الناس حنا عندنا تجارب في الخروج، وخرجنا كاع في 20 فبراير في الربيع العربي وكنا سلميين، والكل تحدث علينا. نعم، اشادات قنوات غربيه ب20 فبراير، حنا خرجنا سلميين، ما كان لا تكسار لا وهنا. حنا كنا من الشباب ديال 20 فبراير هنا في مدينه عسافي، خرجنا وبعثنا برسائل وقلنا راه كاين مشاكل وكاين مشاكل، ما دار والو، ما تقاش، ما الشجره ما تقاستش، سلميين. نعم، وكان حوار جميل، وكانت امور كاين بزاف الناس استافدوا وخدموا الناس، وكانت اشياء جميله. نعم، حنا المغاربه راهم ناس واعيين وتحبوا المغرب وتحبوا وطنهم وتخافوا على وطنهم. ما غاتجيش انت غتعطي للمغاربه دروس لانك انت مستافد، راه ما غاتجيش انت تعطينا دروس، راه ما يمكنش لك انت تعيش وانا ما نعيش وتقول لي الاستقرار. حنا راه تنحبوا بلادنا كثار منك حبيبي، وحنا حابين الاستقرار كثار منك انت. شكون اللي باغي الفوضى؟ شكون اللي باغي البلباله؟ ما باغي لا فوضى لا بلباله. السلميين بغينا مستشفى، بغينا تعليم، بغينا عمل، بغينا. واش هادشي اللي هادشي كاين ولا ما كاينش خويا هشام؟ وهذا هو معنا السي هشام. وهشام واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ بغينا خويا تعليم، صحه، سكن، عمل. كلامك صح على صواب، الله يرحم الوالدين، صواب على الله يجازيكم بخير. حنا ماشي الناس اللي خارجين ماشي فوضويين، سلميه لا حجره لا جنويه، هادشي حنا كنا نقولوا. ما ناس سلميين، بغينا كاملين نعيشوا زويونين، ابائنا واجدادنا ناضلوا على هاد البلاد، بغينا حنا كاملين نعيشوا زوينين في هاد البلاد هادي. انت الكلام واش حنا نبقاو ساكتين؟ المرض فين غتمشي تداويني انت يا صاحب التعليق؟ لا ما يمكنش، انت تعيش انا نعيش، ما كاينش شي واحد اللي تيصدق علينا شي حاجه. هذه بلادنا عندنا حقوق علينا واجبات، ما يمكنش لك ما تعطينيش حقي وتسنى مني الواجب. هذه ارضنا وارض اجدادنا وناضلوا عليها ابائنا واجدادنا، خاصنا نكونوا عايشين بخير. اما كاس العالم لا الجزائر لا المغرب بجوج ما خاصناش كاس العالم، خاصنا نخدموا في اوطاننا ونخدموا على شعوبنا ونزيدوا القدام، ومن بعد ننظموا كاس العالم مشترك. علاش ما يكونش كاس العالم مشترك مغربي تونسي جزائري؟ ولكن الاولويات دائما الصحه، التعليم، السكن، العمل. والناس راه في اوروبا ما بقاوش يتكلموا على الصحه والعمل، والناس ولات تتكلم على حاجه اخرى. حنا الله باقي مضاربين غير مع الماء الصالح للشرب، حنا باقيين مضاربين غير مع الريزو، مع طريق معبده في المغرب العميق. اذا الرساله واضحه لهذا الذباب. الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم. مغاربه واعيين، وحنا عندنا تجارب في الاحتجاجات وخرجنا للشارع، وكنا دائما سلميين، وكنا دائما تنوصلوا رسائلنا بكل احترام وبكل تقدير، وحنا تنخافوا على وطننا. نعم، وحنا ماشي فوضويين، لاننا عندنا عائلاتنا وعندنا خوتنا ونحبوا الاستقرار في هذه البلاد. ولكن الصحه والتعليم والسكن والعمل للمغاربه، والمغاربه متساوون امام القانون. كنا نعيشوا زوينين، ما يمكنش شي عيش وشي معنق الخيش حسن، وما